بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم الفيديو اليوم في تمام الصحة والعافية. يعني غيبت عليكم واحد المدة طويلة ورجعت معكم ان شاء الله، ورجعت معكم بالجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي هو زوين. نقدم معكم واحد الوصفة اللي هي البسطيلة بالدجاج واللوز. بصراحة جات زوينة بزاف ورائعة. هي أكلة يعني أكلة مغربية تقليدية كنستعملوها في الأعراس وفي المناسبات، وأنا صوبتها بواحد الطريقة يعني ديالتي. يعني صوبت غير بسطيلة صغيرة. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم. وندوزو المقادير على بركة الله. عندي هنا صدر ديال الدجاجة كبيرة، استعملت غير الصدر فقط، قطعته طراف. وعندي كيلو ديال البصله، كيلو ديال البصله حمراء مقطعه. وعندي بقه ديال المعدنوس. عندي العطريه اللي هي سكينجبير، الخرقوم، الملحه والابزار وضويمه ديال الزعفران. وعندي نص كاس ديال الزيت. يعني هادو هما المقادير. كما قلت لكم يعني الطريقه ديالتي. يعني ما كان ماشي ديك الطريقه اللي كتكون معقده، يعني شرم الدجاج دير هادي دير هادي، بزاف ديال المسائل معقدين. يعني انا درتها بواحد الطريقه اللي هي بسيطه ويمكن لاي واحد يقدر يوجدها. كي كتشوفوا درت العطريه وكل شيء ودرتها فوق النار يعني حتى تشحرات. ومن بعد كنمرق بالماء. التمراق يعني الماء كندير غير القياس اللي يطيب الدجاج، لان كما كتعرفوا صدر الدجاج فراه كيطيب بسرعه، يعني ما كيحتاجش بزاف د الماء. غنخليها طيب. ومن بعد ما طابت هذيك الدجاج ديالي طيبته، حيت الدجاج خليت غير البصله فدغمرتها مزيان حتى دغمرات. شوف كي ولات معايا. والدجاج شديته حيت ليه دوك العظم اللي فيه وقديته هكا فرتته. يمكن فرتوش بزاف غير شويه. كناخد الدجاج كنضيف عليه القليل من ديك الدغميره باش كيجينا داك الدجاج مشرب بديك الدغميره وكيجي بنين. يعني مكيجيش ناشف، الا درنا الدجاج بوحدو فهو كيجي ناشف. بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. وكنرجع ديك الكوكوط فوق النار. كنخليها تزيد تشحر مزيان حتى كتعلك ليا ديك التغميره، داك النص اللي بقى لي ديال التغميره. كنضيف عليها 6 ديال البيضات كما كتشوفوا معايا، 6 البيضات. وكنحرك البيض مزيان حتى كيطيب. هاد الطريقه هذه يعني بسيطه ويمكن لاي واحد يوجد البسطيله. عندي هنايا نص رابعه تقريبا ديال الكاوكاو، عفوا ديال اللوز. وزدت معاها 3 المعالق ديال السكر ومعلقه ديال القرفه. وعندي معلقه صغيره ديال القرفه. وعندي رشه ديال الماء الزهر، واحد القبيصه ديال المسكه الحره. كي شفتوها نتوما جبت الورقه، حطيت 3 ديال الورقات لتحت، وزدت الاوراق الاخرين ديال الورقه البسطيله درتهم في الجناب. وكنحط الدجاج هو الاول. كنرصي الدجاج مزيان، كنفرشو مزيان من التحت. وكندهن بطبيعه الحال ديك الورقه راه دهنتها مزيان بالزبده والزيت. كنضيف البيض. يعني انا درت واحد البسطيله غير صغيره، يعني القياس ديالي انا ووليدات ديالي، ولكن تبارك الله راه جات يعني ما شاء الله جات كثيره. واخا درتها صغيره ما شاء الله، يعني ما تقدرش الواحد ما يقدرش ياكلها كامله، لانها كتجي كتزقهام بديك الحلاوه ديالها ودوك التقاوت اللي هما فيها، كتجي يعني شي حاجه زوينه. كنضيف اللوز من الفوق، اللوز اللي كما شفتوا هرمشتو مع السكر وما زهر وديك القبيصه ديال المسكه الحره وكذلك القرفه، فكيعطي واحد المذاق زوين ورائع. ما نقولكمش واحد الرائحه كتطلع، يعني شي حاجه بحال اللي راني في شي مناسبه. الريحه ديال البسطيله. وكنبدا نطوي الورقه ديالي. من بعد ما كنرصي اللوز كندير اللوز في الجناب اكثر من الوسط، باش منين يجي الواحد ياكل كياكل ديك العضه الاولى ديال اللوز. كنبدا نطوي الورقه ديالي. ومن بعد كندهن مزيان
كنبدا ندهن بالزبده والزيت. اسمحوا لي يعني توترت، يعني شحال هادي ما خدمت، ما سجلت شي فيديو ولا حتى شي حاجه يعني. ورجعت بحال الا عاد كي بديت من الاول، يعني شويه توترت وشويه ديال ستريس والهضره كتهرب ليا. من بعد كندهن بالزبده وبالبيض. كناخذ الورقه ديالي كنلمط البسطيله ديالي بحال هكايا على هاد الطريقه، وكندهن بالزبده والزيت، وكنقلب الورقه كي شفتوا كنقلبها، وكندهن بالبيض باش ديك الورقه كتجي لاصقه. يعني البسطيله ديالنا فاش كطيب فما كتنفخش ديك الورقه، ويعني وتجي هكا منفخه، وديك الورقه كتفرتت. يعني فاش كنجيو نفينيوها كتفرتت لينا الورقه، يعني ما كتجي بحال الطريقه فاش كندهنوا بالبيض فكتجي صامته عليها ولاصقه، يعني كتجي مزيانه. هانتي كنلمط على هاد الطريقه كما كتشوفي، يعني كنحشي الورقه من التحت وكنعاود ندهنها بالبيض بالزبده وهذا، وكندهن بالبيض من التحت باش كتجي لاصقه ديك الورقه. غنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل البسطيله ديالي كامله، وكندخلها الفران على نار يعني كتكون مهيله حتى كتحمر وكطيب مزيان من التحت. انا زوقتها على هاد الشكل هذا. كنجيب واحد الورقه وكنطويها بحال هاد الشكل كما كتشوفوا معايا، على شكل بحال المروحه هكا، وكندهن البيض. كندهن بالبيض وكنوضع الورقه ديالي بحال هكايا. كنزوقها على هاد الشكل هذا باش ملي كتطيب كتجي عطينا واحد الديكور زوين في الحطه. غنكمل هكا وندخلها ان شاء الله طيب ونرجع معكم. من بعد ما طابت هانتوما شوفوا كي جات تحمرات. كندهنها بالعسل باش كيلصق عليه داك اللوز باش كنفيني، وفي نفس الوقت كتعطي واحد اللمعه اللي كتجي زوينه. يعني هي بسطيله ديال الدجاج، ولكن خرجنا على داك النطاق ديال الزواق، هي القرفه والسكر كلاصي، فانا درتها بهذه الطريقه. يعني جات زويونه حتى الشكل ديالها. جبت واحد الورقه عندي، شديت الورقه وقطعتها ودرتها في الفران تحمرات وجات هكا مقرمشه. في الصراحه كتجي زوينه، حتى اللي بغى ياكلها هكا كتجي زوينه. وزوقتها بالبيض ديال السمان. كيعطي بان راه معنى ديال هاد الاكله راه في وسطها البيض، يعني كيعطي واحد ديكور زوين حتى هو. فصوبتها بهذيك الورقه، صوبت بحال العشيش فيه البيض ديال السمان، ودرت اللوز في الجنيبات. جا عطي واحد ديكور زويون، يعني راه في وسط منها اللوز. يعني هكا فاش كيشوف الانسان غير بالنظره كتبين بان هاد الاكله راه فيها اللوز وفيها البيض. انا كنقعد اللوز في الجناب هو كيهرب كل مره كنحطو كيهرب. المهم زوقتها كذلك بهاد البريوات اللي صوبتهم عمرين باللوز والعسل. يعني عادي درت فيهم باللوز محمر ومطحون، وزدت معاه شويه ديال العسل والماء زهر، وصوبت به بريوات على هذا الشكل هذا. كنزوق بهم هكايا، وصوبت واحد المحينشات حتى هما غنقادهم في الجنيبات. على هذه الطريقه. وطريقه التزيين كتبقى يعني كل واحد ما شاء الله، يعني انسان يعني اي وحده تقدر تزين بالطريقه اللي هي كتبغي. يعني الاذواق تختلف، المضمون هو الحشوه والطريقه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، تجربوها وتعجبكم. كانت هذه البسطيله ديالي، هانتوما شوفوا كي جات ما شاء الله، جات يعني زوينه.
وراها غير صغيره ماشي كبيره بزاف، يعني ما فيهاش يمكن حتى 15 سنتيم. جات غير صغيره، يعني درتها غير القياس. فانا درتها غير الغداء انا والوليدات ديالي، يعني بحال هكا مره مره الانسان يبدل الديكور. هي تقدري ديريها هكا الوليدات الغداء، تفرحيهم بها، يعني سهله. ولا تقدري ديريها حتى لجا عندك شي حد، بصراحه الله كتجي رائعه بزاف ولذيذه وما كتحشمكش حتى قدام الضياف ديالك، يعني ما تحشمكش. الشكل ديالها ولا المذاق ديالها جات زوينه بزاف. وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو و... وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى يعني بعد غياب طويل اللي غيبت على القناه ديالي راها ضعيفه بزاف، ويعني عندي كل شيء نازل. كنتمنى منكم الدعم وتساندوني، يعني ما تشاهدوا لي الفيديو كامل وديروا لي جيم. هذا طلب وماشي يعني امر. كنتمنى ان شاء الله دعموا القناه باش تكبر بكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف على المشاهدة، ونتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.